مرحبا عيوني، شلونكم؟ ان شاء الله تكونوا كلكم بخير يا ربي. اليوم اريد اسوي كريم رول. هو حلويات بس فشي كلش طيب، واريد اراويكم شو راح اسوي. تذكرون مره من راويتكم هاي القوالب، قلت لكم فد يوم راح اسوي كريم رول. احتاج هاي القوالب زين، واحتاج الباف بيستري اللي هو مثل الكاهي هذا، مسكربوني اللي هو مثل الجبن الكريمي يعني تقريبا. مسكربوني يرهم للباستا، يرهم للحلويات، يرهم لكل شيء. ودبل كريم هذا اللون ازرق زين، اللي هو شوي يعني هو مثل السائل. وراح اراويكم خطوه خطوه شلون راح اسويها. عيوني هسه شنو اسوي؟ اقطع اصابع. انا هنا سويت 3 حبات، هسه راح اراويكم شلون اسوي الباقي. مثلا اخذ هذا القالب اللي هو مثل الخرطوم يعني، والف عليه. بعض مرات الواحد يشتهي حلو ما يعرف شو يسوي، فيتفنن بهاي الاشياء يعني مو غلط. نحطهم. اللي ما عنده من هاي القوالب، لان انا عندي بس 6، نسوي مربعة مثلا. هاي مربعة ونسويها هيجي، وهم نقدر نحشيها الكريمة. هنا انا محضرة بيضة زين، اريد امسح بيها الوجه مالت الباف بيستري على مود يطيب لمعة حلوة يعني. عيوني ورا ما مسحت الباف بيستري بالبيض، عندي هذا اللي هو مو بهاي القوالب، احط له شوية لوز مقشر كلش طيب يطلع. انا مسويته قبل يعني مو اول مرة زين. وشغلت الفرن على 150 واشوف كم دقيقة ياخذ واقول لكم. هسه اجتي مرحلة الكريمة، احط فد نص علبة مسكربوني، نص لان ما اريد يعني يبقى اكثر. احط فوقها شوية دبل كريم على مود اخففه شوية يعني زين. واحط ايسنج شوجر، احط خاشوقتين وبكيفكم انتوا، اذا تريدوا اكثر حلو تقدرون تكثرون. الايسنج شوجر اللي هو الشكر الناعم احطه فوقه زين شوية فانيلا. واكون اني محضره الماكينه اللي تطرق زين واطرقه. هاي الكريمه صارت جاهزه، بس انتظر الباف بيستري بالفرن يخلص واحشيه زين. الحلاوه مالتها صارت كل زينه، حطيت خاشوقتين ايسنج شوجر زين، ودا تشوفوها صارت روعه. هذا القالب هيك يطلع عندي، دا تشوفوه على مود احشي كريمه. اراويكم مثلا هذا القالب بيفت شي هنا، بس نضغطه بسهوله يطلع القالب عندنا. تشوفون؟ اراويكم واحد ثاني، اكو فد شي هنا اللي ورا موجود، هذا بامازون موجود بالمحلات هاي القوالب، بس انا اخذت 6. بس نسوي هيجي خلص هيات زين. بقيه الاشياء اللي ما كفى القالب مثلا هذا افتحه من النص على مود احشي كريمه. وتقدرون تحطون فراوله، تحطون موز بالنص، اي شيء تقدرون تحطون يعني كل شيء يرهم. هسه الكريمه حضرت لها تشيز على مود احشي الباف بيستري اللي حطيته بالقوالب. مثلا هاي حشيتها، احشي الثانية. عيوني ورا ما حشيتها بالكريمة ارش لهم رشة ايسنج شوجر، الشكر الناعم هم يعطيه منظر حلو. نحط عليه هذا الورد يعني هم طيب ويا الاكل ويا المنظر، وياها استكان شاي او قهوة فشي رائع. عيوني ان شاء الله حلقتي لهذا اليوم تعجبكم، مكانكم خالي وسهمكم العافية. تحياتي.